عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني. انا النهارده هعمل معاكم جلاش بالكاستر، بس احنا هنشوف مع بعض الطريقه. هنعمل كل حاجه. احنا معانا دلوقتي لفه جلاش اهوت. احنا بنمسك ورقه ورقه كده، بس طبعا هي متكسره شويه اهيت. هنمسكها هندهنها كده ايه بالسمنه بتاعتنا. بسم الله اهي. بندهنها كده ايه ورقه 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 بالظبط كده بندهنها، تبقى الامور تمام معانا خالص خالص خالص. حتى لو متقطعه ما تقلقيش منها. هنمسك برضو ايه تاني اهيت. ثواني بس اهي. وادي ورقه نفس الحكايه، وبرضو نفس الحكايه بننزل عليها ايه بالسمنه كده اهو. كلها كده، كلها بالسمنه. طبعا الوصفه بتاعت النهارده عايزه تكون كلها سمنه، ماشي اهو. وطبعا انا عايزه في الوصفه بتاعت النهارده القلاش بتاعي هيبقى 10 ورقات. يعني ايه؟ هحتاج 10 ورقات بالظبط. احنا هنعمل على قد ربطة القلاش يا جماعة، بس انا هعوز في الكمية بتاعتي دي 10 ورقات ب10، 10 ب10 كده. هنعمل على قد الكمية. طبعا احنا حطينا دلوقتي 3، هنستعمل ايه لحد ما نكمل 10، وهخلصها وارجع لكم كده يا جماعة. شفتم اهي؟ هقطع بقى. انا حطيت 10 ورقات اهو. هقطعها كده بالظبط اهي. 3 من القلاش بتاعي اهو كده. وهنمسكهم برضو كده بسم الله، وهنحطهم على بعض كده اهيت. وهتشوفوا كل حاجة قدامكم بالتفاصيل. هنعمل كمان زيها وهرجع لكم بعد. وهو يا جماعة، ودي طبعا ديت عملت بالظبط 6 وحدات. فاحنا كده معانا 10 و6 16، ماشي. طبعا انا بس حابة ان انا اصغرت شوية، لا مش مشكلة. هنعملها زي ما احنا ايه عاملين. لا كده هتبقى كبيرة، ماشي تمام. هنخليها ايه كده زي ما احنا ماشيين 3 اهو. وهناخدها برضو نفس الحكاية كده، وهنحطها على بعضها. هنولع بقى الفرن، وهنسيب ديت في الفرن على 20. هنسيبها 20 دقيقة. 20 دقيقة في الفرن بتاعنا. تعالوا بقى نشوف احنا هنسويها ازاي مع بعض. انا عندي الصاج ده. الصاج ده تيفال، مش مشكلة. هو اللون يعني ايه مش مستحب قوي، بس انا عندي ألمونيا اهوت. برضه هوريهولكم اهو نفس الحكاية. بس انا حابة ان انا اعمل ايه في التيفال. انا حابة ان انا اعمل في التيفال، مش حابة ان انا اعمل في الألمونيا. بس انا هغطي بيه بالألمونيا. فانا عندي تيفال وعندي ألمونيا، وعندي كمان ايه واحد تيفال تاني، وعندي ألمونيا تاني بس صغير. يعني ايه الطعم طبعا انتوا عارفين بيبقى ايه مش كله قد بعض، ماشي. احنا هندهن بقى الصينيه بتاعتنا كده كويس جدا. وانا قلت لكم احنا هنعمل على قد لفه القلاش، ماشي. احنا هناخد ديت كده بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هناخدها وهنحطها في الصاج بتاعنا ده. طبعا احنا ديت عشان ايه يعني حواليها كده حاجات كده مش لها لازمه. فاحنا هناخدها كده وهنحش اهو. احنا كده بنساوي الحاجه بتاعتنا. شفتوا؟ تمام كده. هناخد دي برضو وهنسويها اهو. شفتوا الدنيا كده ايه تمام معانا اهو. دي بس زياده ال10. انا دهنت طبعا، حطيت معلقه واحده بس سمنه تحت وايه، وحطيتها في الصينيه بتاعتي. احنا هنمسك دي بقى، هنمسك اللي هي دي ماشي يا جماعه، عشان انا مش عايزه القلاش بتاعي يكون يقب. انا مش عايزاه يقب، انا عايزاه زي ما هو كده. هقوم ماسكه ديت. ده انا هاخد واحده صغيره بقى، دي كبيره ماشي تمام. هنجيب واحده صغيره. وهو يا جماعه طبعا انا لقيت الصاج اهوت الصغير ده معايا، مع انه ايه هو ألمونيا برضه، ماشي. هنمسكه كده دهناه من فوق من اهوت، وهحطه كده ايه
هتك عليه بس كده ايه يدنه مثبت لي القلاش، وهحطه بقى في الفرن 20 دقيقة على درجة حرارة 200. وهرجع لكم بقى تاني نشوف احنا هنعمل ايه مع بعض. طبعا احنا هنحتاج نعمل ايه كاستر عشان عايزين نحشيه بالكاستر. ماشي، طبعا احنا معانا اهوت يعني ايه كوبايتين من اللبن، كوبايتين من اللبن السايب. طبعا دي براحتك، انت عايزه سايب تمام، لا زي ما تحب. ومعانا انا هرفعه بس على النار. ومعانا اهي ربع كوبايه، وهنحط بسم الله 2 معلقتين بالظبط من الكاستر. ماشي، وهناخد برضو معلقه من النشا، معلقه صغيره كده من النشا، عشان انا عايزاها تكون جافه شويه، مش تكون اللي هي ايه سايبه، لا. طبعا انتوا عارفين ان انا بحب دايما يعني الحاجه بتاعتي تكون ايه، يعني الكاستر بالذات لما يكون يتحشي لازم تكوني مجمداه، يعني مش تكون ايه سايبه كده ايه زي الحلويات ولا حاجه. يبقى احنا كده عملنا معلقتين كاستر مع معلقه ايه، مع معلقه نشا. طبعا هي بس حته حاجه من الكاستر وقعت معايا في النشا، فانا هجيبها يعني. كده الدنيا تمام معانا اهوت. وانتوا عارفين عشان انا برضو مش هخاف عليكم، يعني ايه مش بحب ان انا اعمل حاجه خالص من وراكم. معانا ظرف من الفانيليا هحطه في الكاستر بتاعي اهوت. انا مش هحط سكر، انا مش هحط سكر عشان كل الحاجات الاضافات فيها مسكر. انا معايا بحب الكاستر او المهلبيه، بحب ان انا احط فيها الشوكولاته البيضاء. طبعا يمكن انتوا اتعودتوا معايا في كذا فيديو بعمل فيه حلويات يكون ايه الشوكولاته البيضاء معايا 4 من الشوكولاته البيضاء. لو مش عندك شوكولاته بيضاء يبقى معلقه قشطه او معلقه كريم شانتيه اللي هي بتخلي الكاستر او المهلبيه معاكي او اي صنف من الحلويات انت هتحشيه يبقى غني وحلو. تعالوا بقى نشوف احنا هنعمل ايه على البوتاجاز. وهو يا جماعه طبعا انتوا عارفين انا ما حطيتش سكر ولا حطيت حاجه، انا حطيت بس مكعبات الشوكولاته. رفعته كده على النار اهوت، وما يبدا بقى يغلي معايا والشوكولاته تسيح. في ناس بتفضل تحط زبده، في ناس بتفضل تحط سمنه بلدي، انا مش بحب، مش حابه ولا زبده ولا حابه سمنه. ممكن زبده امال سمنه بلدي لا تبقى تقيله، او ساعه ما بتسقع بتبقى طعمها مش حلو صراحه يعني. انا عملتها قبل كده بس مش كانت حلوه، فممكن زبدة يعني بس قطعة صغيرة. انا هخلص بقى وارجع لكم نشوف احنا لما اللبن بس يغلي كده وتبقى الدنيا تمام والشوكولاتة تسيح هنحط بقى ايه الكاستر مع بعض. شوفوا يا جماعة، شوفوا اللي انا حطيتها النقطة دي لون من اللون الاكل اللي هو ايه الطعام بتاعنا الحلو الزعفران اهوت. فانا حطيته يعني تديلي الكاستر. طبعا انتوا عارفين ان الكاستر مش بيبقى يدي اللون اللي ايه اللي هو التمام قوي، فانا حطيتها. انا بحب اللون الاصفر، يعني بحب اللون الكاستر اللي هو الحلو اللي هو الزعتران بيديهولي ده. فانا حطيته اهوت على النشا وعلى المعلقتين الكاستر بتوعي اهو. بنقلب بقى واما اللبن بتاعنا يغلي ويستوي يبقى تمام هننزل بيهم على ايه على الحليب بتاعنا. واهو يا جماعه هنزل بقى ايه بالكاستر بتاعي اهوت كده تمام جدا اهو. وهقلبه بقى كده. شفتوا يعني حتى انا حطيت اللون وبرده مش اداني اللون اللي انا عايزاه اهو. بس طبعا انا هعمله كده اقلبه عشان انا عايزاه يبقى رابط وتقيل زي ما انا قلت لكم اهو. لو انت حابه برضو اللي انت يعني تدي اللون اكتر، هو الكاميرا جايباه فاتح شويه يعني صراحه يعني، بس هو لونه مظبوط يعني، بس مش اللون اللي انا عايزاه برضو، بس يعني حد ما كويس اهو. كل ما بنقلب فيه كل ما بيفتح قدام الكاميرا على فكره اهو. شفتوا لسه بقى لسه شويه كمان هخلص بقى وارجع لكم. اللون اللي في الكاميرا يعني فيها حاجات بتظبط معانا اهو. شفتوا الكاستر انا عايزاه تقيل كده اهو. وهنسيبه بقى يبرد لحد ما نكمل بوصفات الوصفه بتاعتنا الجميله ان شاء الله هتعجبكم. واحنا معانا دلوقتي يا جماعه لبن اهوت، معانا كوبايه ونص من اللبن، الكوبايه دي كوبايه ونص من دي ماشي. هنحط عليهم ربع كوبايه من السكر
ربع كوباية من السكر. تمام. هنحط ربع كوباية دقيق. برضو احنا هنعمل الشوكولاتة بقى اللي احنا هنزين بها من في البيت، هنعملها في البيت اهو. وربع كوباية دقيق، يعني ربع كوباية الدقيق ناقصة شوية، احنا هنكملها بس عشان تبقى ايه المقادير مظبوط. واللي هتعيري بها اللبن هتعيري بها الدقيق والسكر. معانا ربع كوباية من الكاكاو الخام، كاكاو خام اهو، ربع كوباية من الكاكاو الخام. كده احنا ماشيين الامور بتاعتنا تمام جدا. معانا كيس من الفانيليا، ظرف من الفانيليا برضو اهوت. وهنقلب ده كله كده كويس جدا على البارد اهوت اهو. اهوت بدوبه بس معاكم كده، وهنقلبه بس كويس جدا على البارد الاول. وهو يا جماعه دوبتها كويس كده على البارد وحطيتها اهوت، طلعت بقى على النار وبقلب على طول وهوت على طول ايدك فيها، ايدك معاها. ومعايا بقى مكعب من الشوكولاته، مش مكعب واحد، ادي 2 3 4 من الشوكولاته، 5 ايه مكعبات من الشوكولاته اللي هي الصغيره دي. طبعا هي انا عايزاها بس تديها معايا لمعه وغمقان شويه وادوقها، يعني ايه طعم الشوكولاته، مش اللي انا مثلا حاطه خلاص شوكولاته تمام، لا لا، هي حاجات بسيطه خالص. طبعا انا اولادي بيحبوا الشوكولاته جدا، فانا كترت يعني حبيت ان انا ايه هزين بيها، وفي نفس الوقت هعوزها بقى لولادي يكونوا هم ايه بيحبوا الحاجات ديت يعني اهو. ما عندكيش شوكولاته طبعا مثلا حطي معلقه زيت، حطي سمنه براحتك يعني تزيني بيها. وهو يا جماعه شفتوا لمعتها بقت تمام ازاي. زي ما انا قلتلك برضو مش يعني ايه حابه ان انت ما تقفيش على حاجه، الموجود عندك لو معلقتين بس زيت او معلقه سمنه صغيره زي ما تحبي. يعني احنا عايزين اللمعه بس، مش عايزين مثلا طعم الشوكولاته جميل جدا وهي كده كريمه وحلوه خالص. انا حابه بس اللي هي تبقى تقيله اكتر من كده. طبعا احنا هنسيبها تبرد. شفتوا اهي بدأت كل شويه بتتقل معايا. انا مهديه النار خالص، كل حاجه من حاجات الوصفه بتاعت النهارده مهديه لها النار خالص وسايباها تستوي براحتها جدا عشان تبقى الوصفه كويسه. هي مش هتبقى كتيره قد الكميه او قد اللي احنا الشغل اللي اشتغلناه، بس طبعا احنا كنا محتاجين لفتين من القلاش مش لفه واحده. بس احنا عملنا الوصفه بتاعتنا النهارده بلفه واحده تجربه كده، وان شاء الله نكررها تاني بلفتين او زي ما احنا حابين يعني. وهي يا جماعه شفتوا الشوكولاته بتاعتي بعد ما طلعتها بقى كده من على البوتاجاز، هسيبها بقى تبرد، وكل ما بتبرد كل ما بتبقى اجمل واجمل وتقيله على فكره يعني. دي الوش بتاعها اللي هو ايه عمل زي الحبوب دي اهو. ماشي اهو ده تمام. القلاش بتاعي انا طلعته من الفرن وكده تمام خالص. معانا القلاش انا عايزاه كده، شفتوا بسم الله ما شاء الله عليه، انا عايزاه كده. هوريكم كل حاجه بالتفاصيل قدام. اهو يا جماعه، وانا نقلته على حاجه تانية، على صينيه ولا حاجه تانية. زي ما انا قلت لكم وانا بعمل الشوكولاته انا كنت محتاجه المفروض لفتين، بس احنا هنعمل على قد اللفه بتاعتنا دي. يا جماعه انا عندي عسل ابيض، انا قلت ايه يعني مش هحرمها من العسل يعني اهو. هنزل كده بالراحه خالص العسل بتاعي عليها، حاجه بسيطه كده. لو مش عندك عسل ابيض اهو، لو ما عندكيش عسل ابيض معلش عشان صوت ياسين يعني هو تعبان زي ما انتوا عارفين إيه، يبقى مثلا عسل اللي احنا بنعمله اللي هو الشربات، كوبايه سكر على كوبايه ميه على نص عصره ليمون على كيس فانيليا، وهتعملي احلى عسل ابيض في الدنيا كلها. ماشي احنا كده عملنا ايه اهو، احنا كده حطينا حشوه من تحت العسل. ثواني بس ثانيه واحده هرجع لكم. وهو يا جماعه ومعانا الكاستر اللي احنا عاملينه اهو اهوت، وهننزل بيه كده
برضو ديت في النص كده. طبعا وكان فايض عسل بس كاستر قصدي، معلش. بس الولاد بقى ايه شطبوا عليه. انتوا عارفين يعني. وهو يا جماعه بس انا حبيت بس ان انا اعملها بس من النص كده، علشان اللي هي ايه اللي هي تبقى ماسكه معايا. طبعا انا هحط برضو طبقه القلاش التانية بتاعتي عليها. شفتوا هنحطها عليها. فانا زي ما انا قلت لكم احنا لازم كنا نحتاج لفتين، بس قلنا نعملها مع بعض كده ايه لاول مره تجربه كده مع بعض. انا كده كده عندي حشوه فهجيب تاني واعمل، عشان هي دي كده مش هتعمل اي حاجه اهو. وننزل بها كده. وعندنا بقى ايه مربى التين او اي نوع مربى انت بتحبيه، بس انا حبيت ان انا افضل في الوصفه بتاعتي دي مربى. هنسيحها بس شويه كده. وهو يا جماعه وبعدين نزلت بالمربى بتاعتي على القلاش بتاعي. طبعا حد هيقول لي انت بتسيحي المربى يا نجوى؟ بسيحها عادي، بتسيح عادي مفيش اي مشاكل. اللي اعرفهم يعني طبعا اصحاب الفيديوهات اكيد عارفين حاجه زي كده. امال الناس اللي انا عارفاهم اللي هم يعني لسه مش لهم في المجال ده، فطبعا هيقولوا ايه نجوى سيحت المربى. سيحتها. جربوا بس كده، بس تكون النار هاديه وتقوم حطها في الطاسه ومولعه عليها. شفت احنا حطينا بقى طبقه المربى دي كلها كده اهي على القلاش بتاعنا. وانا مش سيحتها برضو يعني جامد، يعني حاجات بسيطه اهو قدامكم. انا زي ما انا قلت لكم هي التكلفه كبيره، بس ايه انت كنت المفروض يعني انا كده المفروض يعني المفروض إيه اللي انا كنت اعمل معايا كان يكفي لفتين من القلاش الحشوات بتاعتي. فمعلش بقى اللي هي اجت كده يا دوبك كل واحد يا دوبك ياخد له ايه قطعه، وان شاء الله يستمتع بها يعني. ونكرر الفيديو تاني وبطريقه تانية وبأحلى يعني. هنشوف بقى برضو احنا هنعمل ايه مع بعض. وهو يا جماعه ونزلنا كده بقى ايه بالشوكولاته بتاعتنا اهيت. طبعا لو خفيفه عن كده تمام، بس انا بس عندي الشوكولاته بتاعتي ربطت شويه اهو. وهو تنزلي برضو بيها. ولو انت حابه برضو ان انت تخففي الشوكولاته دي حاجه ترجع لك، يعني حابه ان انت تلغي الشوكولاته خلاص وتستكفي بس بالمربى، يبقى دي حاجه برضو ترجع لك اهو. انا بس عشان اولادي بيحبوا الشوكولاته فانا حابه ان انا اكترها لهم شويه اهو. ولو حبينا بقى يا جماعه ان احنا نزينها نعملها معاكم مثلا كده اهي. وهو يا جماعه لو انتوا بقى عايزين برضو تعملوا الشوكولاته في المربى كده اهي. وهنسيبه النص ده كده يعني نص معمول شخابيط يعني. هي بس الحته دي كانت تقيله شويه من الشوكولاته، بس طبعا ما حدش بيقول الشوكولاته لا، انتوا عارفين حاجه زي كده اهو. وهحط برضو اهوت ثواني وانا بقطعها اهوت معاكم اهو. بصراحه يا جماعه طعمها خرافه. هي يعني شغلها كتير شويه، بس انا مش عارفه اقول لكم طعمها عامل ازاي. بجد بجد طعمها حلو جدا. انا هخلص بقى بقيه التقطيع وارجع لكم. وهو يا جماعه شفتوا واحنا بننقلها بقى قطعه قطعه كده ونحطها في الطبق بتاعنا اللي احنا هنقدم فيه القلاش بتاعنا بالكاستر والشوكولاته والمربى اهو. يا جماعه طبعا احنا عملنا برضو شوكولاته وبالكاستر فاض معانا، وعملنا القلاش اللي انا قلت لكم عليه وشايفين الوصفه بالتفاصيل قدامكم. وصفه جميله وسهله وحلوه يعني. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم، واشوفكم على الف خير في فيديو جديد. مش تنسوا بقى تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، مش تنسوا تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس
عشان يوصلكم منه كل جديد. اشوفكم على الف خير في فيديو جديد، مع الف سلامة، باي باي.